من 4 سنين كان جسمي خرا من تالي. كان عندي دهون، كنت سمين، ما كنتش نعرف لاصال خلاص، ما كنتش نعرف الجيم خلاص. اكلي كان مخلط، كنت ناكل سكر زيت. حرفيا كان نومي سيء. وكنت كنت نحلم اني يكون عندي جسم كما اللي كنت نحلم فيه، كما اللي كنت دايره في بالي. كنت نحلم بجسم رياضي، راك فاهم. وما كنت عارف والو. وكنت نتمنى نشوف هذا الفيديو يعاوني كيفاش ندير. في هذا الفيديو راح نوريك كيفاش تبني الكور تاعك، الاساسيات. راح نوريك الاساسيات، كيفاش دير الدايت تاعك والنوم تاعك والعضلات اللي تركز عليهم في الجيم. اولا مبدئيا نهضروا على الكور تاعك خراب انت لي صح. شوف، يا اما انت راك تشوف هذا الفيديو، يا اما انت تاكل اقل من ما تحتاج فجسمك راح يكون سكيني، يا اما تاكل اكثر من اللي تحتاج وجسمك راح يكون معمر فات، ويا اما تاكل غير صحي. راك فاهم. ثاني الماكله غير صحيه راح تدمر لك الكور تاعك، بلا ما تدير والو راح تدمر الكور تاعك كي تاكل اكل غير صحي. وتقريبا انت ثاني مش تنظريني سما. هذا الفيديو راح يعاونك كيف. ورابع حاجه اكيد نومك سيء، يعني اغلبيه الناس نومها سيء جدا. سما راك مدمر الجسم تاعك من تالي صح. باش تبني كور مليح لازم تقسم الاكل، النوم والجيم، راك فاهم. باش تبني كور اللي تحوس عليه، اول حاجه نهضروا على العضلات اللي تركز عليها. لازم تركز على الترابس، ترابيز راح يبنيك جسم ماسكولين مش نورمال صاحبي. حاول تركز على الترابيز. والتمرين اللي تحتاجه اللي هو شراكس، اللي هو لازم دير تشد وزن يكون شويه ثقيل وتريني. هذه العضلة راح تبين لك شكلك راح يرجع مش نورمال صح. حاول تركز عليه. وثاني عضلة هي السايد ديلت او الكتف الجانبي. الكتف الجانبي هو اكثر حاجة تبينك مش نورمال صح. افضل من الكتف الامامي وافضل من الريد ديلت اللي هو السايد ديلت. السايد ديلت هو اهم حاجة في الكتف، لازم تركز عليه. واهم تمرين تديره اللي هو اللاتيرال ريزس، اللي هو حاول تاخذ مواد اللاتيرال ريزيس. وحاول تخلي العدات في اللاتيرال ريزيس، تحاول تقلل الوزن، مش تقلله حتى يولي خفيف. ما حاول تلعب 7 كيلو ونص، حاول تلعب 10 كيلو. ما تخليش الوزن خفيف خلاص، وما تخليش ثقيل، لانه الاصابه يتصاب بسهوله اللاتيرال السايد ديلت. فحاول تخلي الوزن متوسط. وحاول تزيد العدات لانه يحتاج السايد ديلت يحتاج العدات اكثر. وثالث حاجه اللي هي الابر تشيست. واو، نهضروا الابر تشيست. الابر تشيست من اكثر العضلات الجذابه من تالي صاحبي، اللي هو العضلات الصدر العلوي. حاول تركز على الصدر العلوي اكثر من الصدر اللي في الوسط، واكثر من الصدر الاسفل. حاول تركز على الصدر العلوي اللي هو اكثر حاجه جذابه صاحبي. واغلب الناس عندهم مشاكل في الصدر العلوي. حاول تركز عليها، ما تركزش على العضلات. حاول تركز الصدر العلوي ها صاحبي، ما تركزش على العضلات الاخرى. حاول تركز على الصدر العلوي، هو اكثر عضله تحتاجها صاحبي في التشيست. في التشيست الابر تشيست هي اهم عضله. وباش تاخذ مول اللي هو انكلاين صاحبي، اللي هو 45 درجه، انك تكون مايل، مش مايل هابط خلاص ومش طالع، راح تكون هاك 45 درجه صاحبي. وحاول تخدم. حاول تركز في التمرين تاع الانكلاين لانه تمرين صعيب شويه، وتمرين قوي صراحه. التشيست راح يخدم لك الابر تشيست، وراح يخدم لك الفلات تشيست، يعني راح يخدم لك الصدر كامل. حاول تخليه مش طالع بزاف باش ما تخدمش هو يخدم الكتف الامامي، بصح حاول تركز على التشيست برك. ورابع عضله نهضروا عليها اللي هي البايسبس. اكثر حاجه جذابه صاحبي اللي هي البايسبس، وسيرتو كي يكون فيها العرق هذاك تاع البايسبس اللي يخرج. صاحبي البايسبس من اكثر العضلات اللي تحتاجها صاحبي تبنيها. وباش تبنيها افضل تمرين اللي انا نفضله البريتشر كيرل، اللي هي انك تحط ايدك على مش عارف اسمها هذيك اللي تحط عليها ايدك هكذا وتخدم صح. هذه افضل تمرين نفضله للبايسبس. والكيرل طبعا يعني بين الكيرل انك ترفد البايسبس وانت واقف تخدم. هذا افضل تمرين للبايسبس. والبايسبس صراحة مش عضلة صعيبة باش تبنيها، يعني اسهل عضلة باش تبنيها اللي هي البايسبس. وخامس حاجة نهضروا عليها اللي هي اللاتس صاحبي. اللاتس هي اللي تبنيك الفي تيب، راك فاهم. اللاتس عضلة مهمة صاحبي، وباش تخدمها لازم تخدمها باللات بول داون. لات بول داون صاحبي، لات بول داون تخدم لك اللاتس. وحاول تخلي الايد تاعك قريبه على جسمك، لانه مثل هذه السحب الامامي اللي كيما هاك. حاول تخلي ايدك قريبه، لانه لما تخلي ايدك بعيده على جسمك راح يخدم لك الابر باك اللي هي الترابيز
ترابيز والميدل باك. حاول تخلي ايدك قريبه عليك. لما تخلي ايدك قريبه عليك راح تخدم لك اللاتس وتركز اكثر على اللاتس. حاول تخلي ايدك قريبه عليك ميم في اللات بول داون. حاول تخلي ايدك قريبه عليك، راك فاهم؟ لانه تركز باش تركز على اللاتس لازم ايدك تكون قريبه على ظهرك، راك فاهم؟ ولا اهم حاجه في التمرين ولا في الجيم انك تجيب الماكس تاعك، راك فاهم؟ لازم ما تخليش، لازم خلاص راح تموت، راح تموت، لازم ما تخليه حتى عدى، راك فاهم؟ لانه الهاي انتنسيتي اهم حاجه صاحبي، انه تجيب اخرك خلاص راح تموت، يعني تخيل انه واحد حط لك مسدس على راسك، لازم تجيب حتى تموت صاحبي، حتى تموت لازم توصل للماكس تاعك. باش تبني ميسكل لازم توصل للماكس تاعك صاحبي. مع راح توصل للماكس تاعك راح يصرى الفشل العضلي صاحبي. الفشل العضلي ولا الفيلير هو اهم حاجه باش تبني ميسكل من تالي كاع. بلا فشل عضلي مش راح تبني ميسكل خلاص. ولازم يكون الوزن ثقيل صاحبي، ما يكونش الوزن خفيف، ما يكونش 5 كيلو صاحبي تلعب بيها تشيست، ما يكونش. مبدئيا حاول تبدا بوزن اللي تقدر عليه، مع الوقت لازم تزيد بروغريسيف اوفرلود اهم حاجه صاحبي. لازم مع الوقت تزيد، ما تكونش دور في بلاصتك صاحبي. لازم مع الوقت تزيد باش تتحسن اكثر، لانه العضله تعود. اول ما تعود زيد في الوزن صاحبي، لانه باش تزيد عضل لازم تزيد في الوزن. وحاول العدات تكون من 6 عدات ل 15 عده ماكس. يعني كاين تمارين يحتاجوا اكثر، مي في الكومباوند موفمنت ننصحك صاحبي يكونوا 6 عدات، كيما في البنش بريس، كيما في السكوات، كيما في الديد ليفت. حاول يكونوا 6 عدات 8 عدات، وزيد مع الوقت، راك فاهم؟ 6 عدات 8 عدات 10 عدات 12 عدة، ومن بعد حاول تزيد في الوزن. ما تخليش الوزن تاعك تخدم به كل سمانة. حاول اذا تقدر زيد في الوزن، وحاول العضلات الصغيرة العضلات الصغار حاول تزيد في العدات، ما تكونش 6 عدات. حاول العضلات الصغار كيما السايد ديلز، كيما البايسبس، كيما الفور ارمز اللي هي العضلات السواعد، حاول تخليهم من 11 عدة 12 عدة، حاول 15 عدة 20 عدة عادي. العضلات الصغار حاول تضخ فيهم دم. ونظروا على الراحة صراحة ما عندهاش وقت محدد، مثلا يقول لك دقيقة 3 دقائق. الراحة خليها حتى خلاص انت تحس العضلة ريحت، مع تريح العضلة راح تدخل صاحبي. ما يقولكش هذيك كاش من هذه تاع العضلة تبرد ولا صاحبي. ريح كيما الناس، ريح دقيقة ونص 2 دقائق على حسب كل شخص. كاين شخص يريح ثم كاين شخص يطول، على حسب كل شخص وعلى حسب واش تخدم. يعني في الراحة في السكوات مش كيما الراحة في البايسبس صاحبي. السكوات مش كيما الراحة في البايسبس، الراحة في البنش بريس مش كيما الراحة في السايد ديلز، راك فاهم؟ وحاول تخلي الوقت اللي تونطريني فيه في الصباح صاحبي، لانه افضل حاجة تونطريني في الصباح. يعني حاول اول ما تنوض تدوش تصلي وروح انطريني صاحبي. كملها مع الصباح راح تحس بواحد الطاقة مليحة صاحبي. راح تحس انك درت انجاز في نهارك مع الصباح. حاول تخليها مع الصباح. ثالث حاجة نهضروا عليها اللي هي التغذية صاحبي. التغذية اهم حاجة ثاني في الجيم. اذا كانت تغذيتك سيئة مش راح تبني ميسكل صاحبي، راح تقعد دور في بلاصتك. في التغذية راح تحتاج زوج حاجات. في التغذية راح تحتاج 2 حاجات، تحتاج ميزان وتحتاج تطبيق ماي فيتنس بال. حاول تهبطه في التليفون تاعك. هذا التطبيق انه يبين لك السعرات الحراريه ويعطيك الماكروز تاع السعرات، واش في شحال فيها بروتين، شحال فيها كارب، شحال فيها فات. يعني حاول تهبطوا الابليكاسيون هذه. مثلا 100 غرام روز اكتبها 100 غرام رايس، راك فاهم؟ حطها في الابليكاسيون راح يبين لك شحال فيها كارب، شحال فيها الفات، وشحال فيها السعرات. وراح تعطيك راح فيه يبين لك شحال تحتاج سعرات، وشحال تحتاج فات، شحال تحتاج بروتين، شحال تحتاج كارب. الابليكاسيون راح تعاونكم. حاولوا تحملوا هذه اللي هي ماي فيتنس بال. والباقي الاحتياج تاع اليومي اللي هي كارب بروتين وفات اللي هي الدهون. الدهون مش معناها ان الدهون حاجه مش مليحه، لا. الدهون الكور يحتاج دهون صاحبي. الدهون الصحيه اللي هي موجوده في البيض، موجوده في الشحم تاع الحيوانات، موجوده في زيت زيتون. حوايج الدهون الصحيه. والدهون الصحيه مهمه جدا كرجل، يعني تحتاجها كرجل وكأنثى. تحتاجها لإنتاج التستوستيرون، لانه إنتاج التستوستيرون من الفاتس صاحبي. يسمى الفاتس ما تتهونش فيها، لازم تاكل فاتس. ما تقوليش باش نهبط الدهون تاعي ما ناكلش فاتس، ما كاش من هذه الحاجه. انا كنت دايرها وخطا صاحبي. حاول تاكل فاتس لانه المخ اصلا يحتاج فاتس. نهضروا على التضخيم ولا البولكينج ولا التضخيم. يعني اول ما تبدا في لاصال حاول عامين الاولى
حاول السنتين الاولين ولا 3 سنوات الاولين بولك صاحبي، ما ديرش في راسك باش تكاتي، ما ديرش في راسك باش تنشف صاحبي، تحوس باش لي زابدو يبانوا ولا تحوس باش الابس يبانوا، ما يبانوش في اول عامين صاحبي. اول عامين حاول تضخم من تالي صاحبي، ولا تقدر تضخم حياتك كامله ضخم حياتك كامله صاحبي، لانه الكور يعيش افضل كي تكون مضخم، راك فاهم. الكور صحي اكثر كي تكون مضخم، كي تكون كاين سعرات زياده في الكور تاعك، هذا افضل لصحتك صاحبي. الكاتينج صراحه مضر، والله مضر، انك لما تكاتي حاجه مضره، انك تقلل سعرات اكثر من اللازم. دوك نهضروا على الكاتينج. البولكينج تحتاج كارب صاحبي، البولكينج السعرات الحراريه ان تكون زايده، تكون زايده مش 1000 سعره ولا 2000 سعره، حاول تخلي 500 سعره ماكس، 500 سعره 600 سعره زياده في البولكينج، باش كي تونطريني الزياده هذيك راح تروح للميسكل ديريكت، راك فاهم. الزياده هذيك تاع السعرات مش راح تروح تفات كي تكون تونطريني، راح تروح ديريكت للميسكل، راح تبني عضلات، لانه لما تدمر العضلات في الجيم، لما تقطع الالياف العضليه وتاكل اكثر من احتياجك اليومي، تلقائيا راح تزيد ميسكل، راك فاهم. اذا كان اكلك مليح ونومك مليح راح تزيد في الميسك من تالي. حاول يكون سعراتك اكثر من تحتاج، اكثر من مثلا سعراتك 2000 سعره 2500 سعره، حاول تزيد 500 سعره 700 سعره ماكس، ما تزيدش ياسر باش ما تزيدش فات، راك فاهم. احنا ماذا بينا نبنو ميسكل ما نبنوش فات. وحاول يكون اكلك صحي، ما تروحش للسكر والزيت، حاول تخلي اكلك نقي صاحبي، نقي ماكلتك باش مخك يكون مليح، لانه الاكل ديريكت راح ياثر على المخ صاحبي، راح تكون ما تخممش مليح. سما حاول الاكل تاعك يكون صحي صاحبي، ما تقوليش ناكل ساندويتش شاورما وبيتزا باش نزيد ميسك، ما كاش من هذه في البوكينج، خطا صاحبي. حاول تخلي اكلتك نقيه باش تكون نقي صاحبي، راك فاهم. وحاول ما تاكلش وجبه واحده ولا 2 وجبات في نهار كومبلي. لما تكون في البولكينج حاول تخليها 6 وجبات 5 وجبات، حاول تقسمها في نهارك صاحبي، كل ساعتين وجبه كل ساعتين وجبه، باش جسمك يمتص الفيتامينات والمعادن والحوايج هذه افضل. لانه لما تاكل وجبه واحده جسمك راح يتصدم صاحبي. حاول تقسم 6 وجبات 5 وجبات، حاول تقسمها على اكثر من وجبه صاحبي باش تزيد في الوزن. نهضروا على التنشيف ولا الكاتينج. الكاتينج اللي هي تاكل اقل من سعراتك صاحبي، اقل من سعراتك ثاني، مش اكثر من اللازم. حاول تاكل اقل من سعراتك 500 سعره 300 سعره، ما تقللش ياسر باش ما تدخلش في مرحله انك تدمر العضل، لان الكور كي تاكل اقل من سعراتك ما راح يلقى كارب، مش راح يلقى طاقه باش يتحرك. واش راح يدير؟ راح يدمر الميسك. سما ماذا بيك انت كي تكون تكاتي ولا كي تكون تنشف، حاول ما تقلل سعراتك بزاف، حاول تقلل سعراتك 300 سعره 500 سعره ماكس، راك فاهم. لانه الكور يحتاج طاقه، ما تقللش سعراتك اكثر من اللازم باش ما يدمرش الميسكل، لانه لما تقلل سعراتك اكثر من اللازم مش راح يلقى مصدر للطاقه، سما راح يروح للعضلات. سما حاول ما تقللش سعراتك اكثر من اللازم صح. وحاول تقلل الكارب ما تخليه زياده. وحاول افضل حاجه باش دير في التنشيف ولا في الكاتينج اللي هي الصيام صاحبي، الصيام والكارنيفول دايت، هذول زوج حاجات راح تكاتي، راح يكون جسمك مش نورمال، راح الابس يبانوا مش نورمال صاحبي. جرب كارنيفول دايت اذا تقدر عليه، مع انه غالي شويه، اللي هي تاكل بروتين، حاول يعني تاكل الحوايج الحيوانيه، راك فاهم، تاكل الشحمه تاع الحيوان، تاكل الزبده الحليب البيض اللحم، زيت زيتون تقدر تزيدو. كارنيفول دايت صراحه افضل دايت كرجل، والله كارنيفول دايت حاولوا تبحثوا عليه، اللي انك تاكل حوايج حيوانيه، راك فاهم. كاين الكيتو دايت، كاين كارنيفول دايت. كرجل نفضل كارنيفول دايت، ويفضلوا العلماء، يعني يفضلوا العلماء انه كارنيفول دايت للرجل. حاول تبحث عليه كارنيفول دايت، صراحه مليح اذا تقدر عليه وعندك ميزانيه، ديريكت روح الكارنيفول دايت في الكاتينج. وكلايف ستايل اذا تقدر تعيش به. ورابع حاجه نهضروا عليها صاحبي اللي هي النوم. اغلبيه الناس نومها سيء جدا. سما النوم مهم صاحبي، النوم مهم لكلش، وبالاخص للجيم صاحبي. النوم مهم لانه الميسكل يتبنى كي تكون راقد صاحبي. وحاول ترقد في الليل، لانه النوم في الليل مش كيما النوم في النهار. ما كاش لي يكذب عليك يقول لك النوم في النهار كيف ما كاش منها صاحبي. وحاول تخلي وقت نومك وموعد النوم تاعك
في وقت محدد، مثلا ترقد الساعة 9، حاول كل يوم ترقد الساعة 9 وتنوض في وقت محدد. وإذا تقدر تحاول تنحي الرفاي صاحبي، حاول تخلي الكور تاعك هو اللي ينوضك. و8 ساعات في السرير مش هي 8 ساعات نوم، لأنه لما تكون قاعد في السرير مش معناها إنك نايم إنك راقد صاحبي. حاول تخلي نومك، حاول تخلي كاليتي تاع النوم تاعك طالعه. شوفوا الفيديو تاع النوم، اللي حاط الفيديو تاع النوم، حاولوا تشوفوا الفيديو اللي حاطه، يساعدك باش تحسن النوم تاعك. حاول صاحبي، حاول ترقد في الليل وتنوض في الصباح، ما تخليش نهارك مرة ترقد ل11، مرة ترقد ل10، مرة ترقد 9. حاول تخلي موعد نومك باين، 9 راني راقد اوكي، 9 راني في السرير، 10 راني راقد ماكسيموم. وما ديرش رفاهي، حاول تخلي مخك هو اللي ينوضك، لانه العقل راح يوالف. العقل كاين فيه حاجه اسمها في الجسم، كاين حاجه اسمها الساعه البيولوجيه صح، انه توالف على الاكل اللي تاكل في وقت محدد راح توالف الساعه البيولوجيه. يعني جسمك راح اول ما يوصل الوقت اللي داري تاكل فيه راح يجوع. نفس الحاجه في النوم صاحبي. النوم اول ما لما تنام في وقت محدد كل يوم، اول ما يوصل للساعه اللي متعود ينام فيها راح ينعس، وراح ينوض في الوقت اللي داري ينوض فيه. سما حاول تضبط الساعه البيولوجيه تاعك. كيفاش تضبط الساعه البيولوجيه؟ راني حاط لكم فيديو. مي اهم حاجه انه اول ما تنوض تشوف الشمس، هذه الحاجه تضبط لك الساعه البيولوجيه تاعك في النوم. اول ما تنوض تشوف الشمس، وحاول قبل ما ترقد تخلي الظلمه صاحبي، خلي الظلمه، طفي كاع الاضواء صاحبي باش تخلي الساعه البيولوجيه تاعك انك تنعس في الليل. وحاول تجنب الكافيين صاحبي، الكافيين الصراحه يدمر لك النوم تاعك. سمح، حاول تضبط النوم تاعك، حاول الكافيين تقلو قبل ما ترقد باقل حاجه 5 ساعات صاحبي. حاول 8 ساعات 5 ساعات بعد الكافيين، حاول تخليه في الصباح وخلاص. ما تشربوش بعد الساعه 5 بعد الساعه 6، لانه يدمر لك النوم تاعك. وابدا من اليوم صاحبي، روح طريني من اليوم.